شركة اس بنشرح كورس اللايت كارنت سيستمز. بنشرح تقريبا 20 سيستم من سيستمز اللايت كارنت سيستمز زي الفاير الارم، الكاميرات، الاكسس كنترول، بابليك ادرس، الانتروجن، الفاير فايتنج، تليفون، الداتا، الاوديو فيجوال، 20 سيستم تقريبا. كل سيستم بنشرح الفانكشن بتاعت السيستم، الديتكشن بتاعه بيتم ازاي، الكومبوننتس بتاعت السيستم، الديزاين بتاعه بنعمله ازاي اوزع الديتكتورز، الكاميرات، السبيكرز وهكذا. كل سيستم بنشرحه، وكمان بنعرف الوايرنج بتاعه بيتم ازاي، التوصيل بتاعه، التركيب، الانستليشن، البروجرامينج. كمان بنطبق عملي على المشاريع، ان احنا كل سيستم نشرحه بناخد ليه بي او كيو، سبيسيفيكيشنز، رايزر دروينج، نعمل ليه فاينانشال اوفر عشان نعرف التسعير بتاعه ازاي. في اخر الكورس بنعمل سيشن بنشرح فيها الشغل التكنيكال اوفيس، ازاي اعمل تكنيكال سبميتال، ازاي اعمل بري كواليفيكيشن، نعمل ماتيريال ليست، كومبلاينس شيت، سنجل لاين دايجرام، ازاي اصعب الحاجه واعمل لها برايسنج، ازاي اصلا بنقدم في المشاريع والكلام ده. بنشرح اصلا دور الاستشاري ايه، دور المقاول، انواع الرسومات، الدنيا بتمشي ازاي في المشاريع والكلام ده. وكمان في اخر الكورس بنطبق عملي على اغلب السيستم بنشتغل عليها بايدينا، نشوف التركيب بتاعها ازاي، البرمجه، الكابلات، سواء البروجرامينج من خلال الكنترول بانل او من خلال السوفت وير. على اغلب السيستمز بنشوف الديتكشن بتاعها بيتم ازاي والكلام ده. احنا ده مثلا بيساعد عندنا على مثلا نيرس كول سيستم من ضمن السيستمز اللي احنا بنشرحها. فالسيستم ده هتلاقي عندنا مثلا مكونات السيستم، البيشنت ستيشن اللي بتبقى في البيد هيد يونت اللي منها العيان بيعمل كول ينادي الممرضه. عندنا الاوفر دور لايت اند ساوند اللي بتبقى على باب الاوضه عشان الممرضه تعرف انهي اوضه اللي بيعمل الكول. بيبقى فيه الكول كورد اللي هو بيبقى جنب التويلت وجنب الشاور في الحمام في الاوضه عشان لو العيان تعب او حصل له مشكله. ويبقى فيه النيرس ستيشن اللي هي بتبقى عند كاونتر الممرضات عشان منها بيعملوا مونيتورنج على الكول، بيشوفوا انهي اوضه اللي بتتصل تعمل كول ونوع الكول دي ايه، سواء كول عاديه او ايه ايمرجنسي. تمام؟ فهنعمل كده زي سيميوليشن لما مثلا العيان بيحتاج مساعده بيعمل ايه، فبيدوس على زرار الكول في البيشنت ستيشن، فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي اللمبه اللي على باب الاوضه بتنور بتفلاش احمر عشان الممرضه تعرف ان الاوضه دي اللي محتاجه مساعده. في نفس الوقت هنلاقي مكتوب في النيرس ستيشن روم 1 كول، يبقى روم 1 هي اللي ايه محتاجه مساعده. فالممرضه بتروح للعيان، اول ما بتروح له بتعمل ايه؟ بتدوس على زرار الريسيت، فبتعمل حاجه اسمها روم بريزنس. معناها ايه؟ ان حد راح للاوضه دي. هنلاقي اللمبه اتحولت من احمر بقت اخضر. في نفس الوقت على النيرس ستيشن قال روم 1 بريزنس، يبقى خلاص في حد راح للاوضه دي. بعد ما بتخلص مساعده للعيان ده بتدوس على زرار الريسيت تاني، فتعمل ايه؟ اللمبه بتطفي والكول تتشال من على النيرس ستيشن. طيب في اوبشن تاني، ان مثلا افرض الممرضه راحت ولقت ان العيان ده مثلا محتاج مساعده وهي في حاله طوارئ محتاجه مساعده من الممرضات او من الدكتور او كده، ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ بتروح دايسه على زرار الكول والريسيت مع بعض. في الحاله دي بتعمل ايمرجنسي كول عشان الدكتور يجي لها او الممرضات او كده، زي ما هنشوف دلوقتي. هيعمل الكول والريسيت، هتلاقي اللمبه بتنور اخضر في احمر، وفي نفس الوقت ايه بيقول لك روم 1 ايمرجنسي. شايفين حتى فرق التون عشان محتاجه مساعده. بعد ما الممرضات او الدكتور بيروح لها ويساعدها بنخلص بندوس على الايه الريسيت. وفي نفس الوقت العيان نفسه ممكن بيستخدم حاجه اسمها كول ليد، لان هو ممكن ما يقدرش يوصل للبيشنت ستيشن، بتبقى في ظهره في البيد هيد يونت او جنب السرير، فبيستخدم الكول ليد دي. تمام؟ ده زرار بيدوس عليه كانه داس على زرار الكول. ده مثلا بيشنت ستيشن ثانيه، اوضه ثانيه متصله على نفس النيرس ستيشن، هتلاقي يقول لك ايه روم 2 كول بنفس الايه الكونسبت. طبعا احنا بقى في الكورس بنشرح السيستم ده بالتفصيل وتركيبه والوايرنج والديزاين والبرمجه بتاعته وهكذا، زيه زي ايه بقيه السيستمز في اللايت كارنت. شكرا.